لو هتتكلم على مهاجم خبرة فانت اكيد بتدور على المهاجم ريان مايه صاحب ال 28 سنة. تم اختصار جميع الاسماء في قصة مهاجم النادي الاهلي في 3 اسماء فقط. لسه سنه صغير، مهاجم دولي، لعب 4 مباريات دولية واحرز هدف في منتخب جواتيمالا في المباريات الاخيرة اللي لعبتها منتخب الجزائر. مهاجم عنده 24 سنة، يعني لسه مستقبله قدام ولسه مستقبله جاي. اجتماع مهم جدا تم ما بين سيد عبد الحفيظ وما بين المدير الفني الحسين عموتة. الحسين عموتة المدير الفني للنادي الاهلي الجديد، اللي لسه طبعا ما جاش حتى وقتنا هذا للنادي الاهلي، ولكن خلاص يعني كل التقارير بتقول انه هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي. هل من جديد في هذا الملف؟ اي نعم، النهارده كان في اجتماع زوم مع سيد عبد الحفيظ ووائل جمعة مع المدير الفني الحسين عموتة لبحث امور كبيرة جدا وعديدة جدا، ومن اهمها مهاجم النادي الاهلي الجديد. ماذا سنفعل في مهاجم النادي الاهلي الجديد؟ عايز اقول لك انه حاليا دلوقتي داخل النادي الاهلي في 3 اسماء فقط هم اللي موجودين على الساحة وخلاص. تم اختصار جميع الاسماء في قصة مهاجم النادي الاهلي في 3 اسماء فقط. اول اسم عندك ريان مايه. ريان مايه المهاجم المغربي، تمام؟ ريان مايه دوت من ضمن الاسماء المرشحه وخلاص، دي القائمه النهائيه بتتكلم في 3 مهاجمين. ريان مايه طبعا مهاجم مغربي ومهاجم دولي وبيلعب في الدوري القبرصي، عنده 28 سنه وشارك هذا الموسم مع ناديه في القبرص واحرز 25 هدف وصنع هدف، وما شاء الله يعني لعب في ستوك سيتي الانجليزي ولعب كمان في ستاندر ليج البلجيكي، ولاعب يعني عنده خبرات عالية جدا. لو هتتكلم على مهاجم خبرة فانت اكيد بتدور على المهاجم ريان مايه صاحب ال 28 سنة، لكن عيبه انه خلاص يعني 28 سنة، يعني لو جبته النادي الاهلي ممكن تاخد منه 2 3 4، لكن يوم ما هتفكر تستثمر فيه كبيع او انك انت تبيع اللاعب ده عشان تكسب منه فلوس، مش هتكسب منه فلوس. فده بالنسبة للمهاجم ريان مايه، ولكن ارقامه تتحدث عنه، خبراته في الدوري الانجليزي والدوري البلجيكي تتحدث عنه. نذير بن بو علي. النذير بن بو علي مهاجم منتخب الجزائر، هو موجود حاليا مع منتخب الجزائر في قائمة كأس العالم. النذير بن بو علي عنده 26 سنة، مهاجم جزائري بيلعب في الدوري المجري، احرز هذا الموسم 15 هدف مع ناديه، وزي ما قلت لك 26 سنة، لسه سنه صغير، مهاجم دولي، لعب 4 مباريات دولية واحرز هدف في منتخب جواتيمالا في المباريات الأخيرة اللي لعبتها منتخب الجزائر في التحضيرات لكأس العالم. وطبعا مهاجم كبير وكبير جدا، ويكفي انه مهاجم دولي. الجزائر عندها محترفين كثر، فكرة انه النذير بن بو علي يكون موجود من ضمن هؤلاء المحترفين اعتقد انه يعني يبقى كده مهاجم جيد، وبالفعل هو مهاجم جيد واصغر سنا من ريان مايه المهاجم المغربي. اللاعب سفيان بن جديدة، لاعب المغرب الفاسي وهداف الدوري المغربي حاليا. سفيان بن جديدة دوت 3 الاسماء، ودوت الاسم اللي الاهلي مصر عليه رقم 1. ليه؟ عشان عنده مميزات كتيرة جدا. اولا مهاجم الدوري المغربي هذا الموسم واحرز 17 هدف هذا الموسم في الدوري المغربي، واعتقد كمان انه اصغرهم سنا، بتتكلم في 24 سنة. مهاجم عنده 24 سنة، يعني لسه مستقبله قدام ولسه مستقبله جاي. يعني حتى لو الاهلي لعب هذا المهاجم معاه 3 مواسم 4 مواسم وحب الاهلي يبيعه على سن 27 28 سنة، ممكن الاهلي يكسب فيه مبالغ ضخمة وضخمة جدا. فدول ال3 اسماء اللي النادي الاهلي عرضهم على المدير الفني الحسين عموتة عشان يختار منهم اسم، عشان هو اللي يحدد مين الاسم اللي هيكون مفيد ليه في طريقة لعبه واسلوب لعبه فيما هو قادم للنادي الاهلي. ده كان تفاصيل الاجتماع اللي دار ما بين وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ وكمان المدير الفني الحسين عموتة.